لو عندِك كوبايتين لبن تعالي بقى نعمل حاجة حلوة لولادنا كده، وكمان عشان الحر اللي إحنا اليومين الحر دول هينفعهم جدًا وهيرطّب كده على قلبهم وهيعجبهم جدًا. بالله عليكِ لو الوصفة عجبتِك ما تنسيش تعملي لي لايك وكومنت حلو وتقولي لي رأيِك فيها، وإن شاء الله بإذن الله هتعجبِك. قومي بس اعمليها لولادِك وقولي رأيِك في الكومنتات. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف كده المقادير مع بعض. بُصّي بقى، أنا هنا عاملة كيلو لبن. لو أنتِ ممكن تضيفي نُص كمية لبن ونُص الكمية مَيّة، عادي مش هتفرق، بس هي طبعًا إحنا بنبُص عشان القيمة الغذائية بتاعة ولادنا. فهنا بقى دي مهلبية شوكولاتة My Way. لو مش عندِك ممكن هاقول لِك على البديل بتاعها برضه، وكمان هتبقى نفس النتيجة برضه بتاعتها حلوة جدًا. أنا جرّبتها مرّة قبل كده وطلعت فعلًا جميلة. مهلبية الشوكولاتة دي من My Way. الكيس ده بييجي كده زي ما إحنا شُفناه مع بعض، الكيس كامل كده وفي منه كمان عبوة صغيرة، بس الكيس طبعًا بيبقى إيه، كمية اقتصادية وموفّرة. هنا بقى هنضيف اللبن وهنضيف السكر طبعًا حسب الرغبة، والكمية بقى المناسبة لكمية اللبن اللي أنتِ عاملاها. يعني هنا مثلًا لو كيلو لبن هنضيف مثلًا 5 أو 6 معالق كبار من مهلبية الشوكولاتة دي. ديّة ممكن لو هنستبدلها هيبقى نشا وكاكاو، طبعًا هيبقوا بكميات كده متساوية وتضبطيها كده على قد إيه الكمية بتاعة اللبن اللي أنتِ هتستخدميها. الكمية دي عملت معايا ما شاء الله حبّة يعني حلوين. هاوريها لكم في آخر الفيديو وإن شاء الله كده تقولوا لي رأيكم بجد بالله عليكم في الكومنتات. وقبل كل ده أقسم بالله وحشتوني جدًا، جدًا. وباتمنى يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي وإن شاء الله ربنا ما يحرمني منكم أبدًا. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا بقى طبعًا هنقلبها كويس جدًا قبل ما نحطها على النار، وأثناء وهي على النار برضه هنقلب علشان ما يبقاش فيها أي تكتلات. إحنا عارفين طبعًا أي وصفة بنعملها بلبن وبنشا لازم طبعًا نقلب أو نشا عامةً حتى لو بمَيّة من غير لبن. هنضيف بقى وهنا كان عندي بقى اللبن كان فيه حبّة قشطة كده كنت شايلاهم على جنب، حطيتهم مع اللبن إيه، لمّا لقيت بقى إن أنا هاعمل بيه حاجة زي كده يعني، لإن طبعًا ولادي ما بيرضوش ياكلوا القشطة مع اللبن، فباشيلها في طبق لوحده على جنب. لمّا لقيت بقى إن أنا هاعملها كده حطيتها، وطبعًا دي كانت عاملة كده فوق الوش، فعشان كده كنت باقلّب علشان لمّا تسيح كده مع السخونية. بُصّوا بقى لمّا ابتدت تستوي اللون بتاعها بقى ما شاء الله لون الشوكولاتة كده الغامق الdark كده، وتقلت طبعًا السُمك بتاعها تقل. فهنا بقى إيه، طفيت النار عليها. لمّا توصل للسُمك اللي أنتِ عايزاه المناسب ليكِ، اطفي النار عليها، لإن طبعًا في ناس بتحب الحاجة بتكون تقيلة شوية. وما ننساش إن هي لسه سخنة، فطبعًا مع الوقت هتتقل وهتدّينا سُمك أتقل من كده، زي أي نوع من المهلبية. هنا بقى هاصُبّها كده في كاسات اللي هي الآيس كريم ديّة. عايزة بقى تصُبّيها في بولة بتاعة الرز بلبن، عايزة تصُبّيها في كوبايات، أنتِ حُرّة، حسب إيه، ذوقِك وحسب الإمكانيات المتوفّرة معاكِ. أنا حبّيت أحطّها كده في كاسات الآيس كريم علشان أمّا أحطّها في التلاجة كده إيه، ولادي يعني يحبّوها ويحبّوا ياخدوا منها. هُم كده صراحة بيحبّوا أي حاجة فيها شوكولاتة. فخصوصًا مهلبية الشوكولاتة دي ما شاء الله العشق عندهم، بيحبوها جدًا. هاصُبّها بقى بُصّوا أنا باورّيكم كده القوام بتاعها، بس هي طبعًا لمّا تبرد شوية وتتحط في التلاجة طبعًا السُمك هيختلف أكتر من هيتقل بقى ويبقى إيه، متماسك عن كده بكتير. بس طبعًا إيه، قُلت أورّيها لكم كده. بس للأسف المقطع اللي اتصوّرت منّه لمّا بردت وحطيتها في التلاجة للأسف ما اتسجّلش. فهي طبعًا السُمك دوّة وهي سخنة مختلف تمامًا عن طبعًا ما تبرد وتتحط في التلاجة. وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وممكن نستبدل يعني اللبن مثلًا ممكن نعملها بالمَيّة لو الإمكانيات مش متوفرة، أو نُص مَيّة ونُص لبن، طبعًا بتدّي برضه إيه نفس الغرض. أهو بُصّوا بقى بولات الآيس كريم ديّة بقت شكلها ما شاء الله لمّا اتحط فيها، ألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. وصدقيني جرّبيها وإن شاء الله هتعجبِك. أمّا تبرد كده وأحطها في التلاجة وهتبقى إيه، السُمك بتاعها جميل جدًا. هنا بقى حبّيت إن أنتِ لو عايزة تزوّقيها يعني وتحطّي كده أي حاجة فوق الوش، سواء مكسّرات، سواء هنا كان عندي فورماسيه حبّة كده باقيين من ساعة العيد، فقُلت إيه، أدّيها شكل كده. بس يعني إيه،
هو تغيير للون مش أكتر، لو عايزة بقى تحطيها في كوبايات برضه كده، أنا حطيت شوية في كوبايات، بحيث إن أنا أوريكِ إن هي برضه هتبقى عاملة زي الدانيت بالضبط. عارفين الدانيت؟ دي زيها بالضبط، ونفس السمك ونفس الشكل ونفس الطعم، بجد اللهم بارك، طعم وشكل تحفة. ولو عندِك ضيف كده على غفلة هتعمليها مش هتتمّ معاكِ 5 دقايق بالضبط، وهتحطيها في التلاجة وتقدّميها، حاجة كده تشرّفِك وفي نفس الوقت مش مكلفة وسهلة وسريعة وما خدتش معانا وقت خالص. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، وهاستنى رأيكم في الكومنتات، وقومي اعمليها وجرّبيها وقولي رأيِك.